بصي انا جربتها قبل كده ونجحت الطريقه اللي انا هقولها لك دي يعني، وبدات بقى اعملها في الحالات اللي زيك دي. كمان بقول لك ده بفلوس والله. بصي، انت اول حاجه هتعمليها ان انت بعدتي فتره، خلاص واضح ان انتوا بعدتوا عن بعض. هتعملي ايه بقى خلال الفتره دي؟ ما تقطعيش تماما اي تواصل بصري، يعني خليكي موجوده، خلي دايما شكلك حلو، خليكي دايما على السوشيال ميديا اكتف، الكلام الحلو ده كله. وبعديها بفتره بقى كلميه وقولي له احنا عايزين نبقى اصحاب. خلاص اللي حصل حصل، وانا مش عايزه ان احنا نرجع مع بعض في علاقه او اي حاجه. دي المره الوحيده اللي انا بنصح بيها ان انت ترجعي تقولي له خلينا اصحاب. ده ما ينطبقش على كل الناس، بس عشان عارفه الادمغه. تقولي له خلينا اصحاب. وهنا بقى طول ما انت موجوده معاه تخليكي بوزيتيف انرجي متحركه، نسيه الكلام اللي انت قلتيه، اديله دايما اشارات ان انت اتفهمتي غلط او ان انت كنتي متعصبه وقتها. تاني حاجه، حيطي نفسك وبيه بمجموعه ناس متآمرين معاكي، يعني مجموعه ناس يقولوا له انت غلطان، او مجموعه ناس يقولوا له والله العظيم خساره البنت دي. الزن على الودان مع وجودك تاني في حياته بشكل اصدقاء، في لحظه من اللحظات كده هتلاقيه بيتكلم معاكي، فممكن ساعتها بقى تقولوا لبعض ايه واحنا ايه اللي حصل مش ايه اللي حصل وتتصافوا. طب عملتي كده وما حصلش، خلاص يبقى ما حصلش، احنا بنجرب ويا صابت يا خابت.